عندنا تخوف من هذه المقابله ديال كوكب مراكش ومولودية وجدان، لأنه الفريق غادي في واحد السيرة ما كناش كنطمئن. يعني في المقابله ديال الرجاء لحد الدقيقه 75 الفريق بان على انه في المستوى، على انه قادر انه يحقق نتائج طيبه. اليوم زاد اكد الفريق على انه طريقه اللعب ديالو اللي حافظ عليها، لانه فريق كيلعب ادوار مستحقه، لانه تحقق نتائج وانه يحسن الترتيب ديالو. خلقنا عكس المقابله ولا بشكل اكبر في المقابله ديال الرجاء البيضاوي، قدرنا ان نخلقوا بعض الفرص، ولكن اليوم كيشاف الجميع ان خلقنا فرص كثيره لا في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني. الشوط الاول كنا خلقنا فرص اللعب شبه متكافئ نسبيا، ولكن في الشوط الثاني ضغطنا الخصم بشكل كبير، قمنا بالضغط عالي بالبريسينغ هو لافيرسي اننا نريكوبيرو الكره في اسرع وقت ممكن. خلقنا فرص جات ضربة جزاء ما قدرناش حتى هي نحققوا من خلالها نتيجه طيبه. تعتقد انه الامكانيات التقنيه عند اللاعبين موجوده، ولكن الضغط النفسي اللي تمروا من اللاعبين ولا سيما الترتيب اللي كيحتلوا الفريق فتينزل على الكاهل ديال الاكثر ديال اللاعبين، تيخلي انه ما يقدروش يكونكريتيزيو ويحولوا الفرص اللي كتخلق الاهداف. اشتغلنا